التشكيل المتوقع للمباراة. جاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع على اليمين محمد هاني، وفي قلب الدفاع أحمد رمضان بيكم وأشرف داري، وعلى الشمال محمد شكري. في خط الوسط الثلاثي أليو ديانج رقم 6، وعلى اليمين أحمد سيد زيزو، وعلى الشمال محمد علي بن رمضان. في الهجوم الجناح الأيمن أشرف بن شرقي، والجناح الأيسر محمود حسن تريزيجيه، وفي الهجوم جراديشار. والقناة الناقلة للمباراة التي يبحث عنها الكثير من محبي النادي الأهلي هي قناة النادي الأهلي. القناة الناقلة للمباراة هي قناة النادي الأهلي. ويغيب عن الظهور مع الأهلي في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية بسبب الإصابة، وأسامة أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي، بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخرا بعد انتهاء إعارته لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل بسبب إصرار اللاعب على الرحيل. وأيضا يغيب كريم نيدفيد للانتقال لسيراميكا كليوباترا، ومصطفى مخلوف للاستعداد لمغادرة الأهلي خلال الانتقالات الحالية. كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض واحمد خالد كباك. ونجح الاهلي في الاتفاق على خوض مباراتي